الزمالك بيقدر يفوز على نادي طلائع الجيش 2-0 في مباراه بالنسبه لي متوسطه جدا. خلونا ندخل نتكلم على طول على المباراه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم وعاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم على صفحتكم كوره مشكل على اليوتيوب وبرنامجكم الكشك التحليلي. زي ما قلت في بدايه الفيديو، نادي الزمالك بيقدر يفوز على طلائع الجيش 2-0. لاعبي نادي الزمالك تحس ان هم نسيوا فكره ان انت لازم تسجل هدف عشان تفوز. نادي الزمالك استحوذ على الكوره بشكل كويس جدا سواء الشوط الاولاني او الشوط الثاني وبشكل كبير جدا، لكن مشكله نادي الزمالك ان هو ما كانش عنده غير فكره واحده يوصل بيها للمرمى، وهو ان يلعب على جهه مصطفى شلبي ويحاول ان هو يلعب عرضيه. مفيش اي حلول ثانيه كانت عند لعيبه نادي الزمالك. وسيرو مدرب نادي الزمالك ابتدى خطته الاعتياديه اللي بنشوفها منه من اول ما جه نادي الزمالك 3-2-4-1، واللي انا بشوف ان هي بتزحم خط الهجوم بشكل كويس جدا. لكن النهارده مدرب نادي الزمالك يمكن وجد ضلته في لاعب زي فتوح، انه لاعب يعتمد عليه بان هو يستلم من خط الدفاع ويحاول ان هو يبني اللعب لصالح نادي الزمالك. اللاعب لمسته حلوه وكلنا عارفين ان فتوح لاعب فعلا موهوب، وكان باين النهارده ان هو افضل من رؤى وافضل من دونجا بشكل كبير جدا في فكره بناء الهجمه او فكره ان انت تقدر تبني عليه الهجمه. وزي ما بقول في الناحيه الدفاعيه انت وجدت ضلتك في فتوح ان انت لاعب تقدر تبتدي بيه الهجمه. في الناحيه الهجوميه انت في مشكله كبيره جدا، الاربعه اللي بيلعبوا تحت المهاجم الاربعه اجنحه مفيش واحد فيهم بلاي ميكر، ودي مسببه مشكله جدا. اللعيبه بتخبط في بعض على الاجنحه وما فيش زي ما بقول حلول. انت لو شفت هو حل واحد ان الكره تتلعب لشلبي وشلبي يعمل عرضيه، حتى الهدفين على فكره جم من العرضيات. لكن الفكره انت طول المباراه لازم يكون عندك فكر مختلف. حتى نزول شيكابالا بعد ما شيكابالا نزل برضه شيكابالا راح وشفناه بيلعب بشكل كبير جدا على الطرف. وبعدين انا شايف ان مدرب نادي الزمالك وسيرو كان يقدر يستغنى عن واحد من الاربعه ويلعب بواحد زي سيف فاروق جعفر، يلعب بواحد زي بالحاج، اي لاعب يكون موجود في النص يقدر يوزع لعب. زي ما انت بتعتمد على فتوح ان هو بيستلم من خط الظهر ويوزع لعب، لازم انت تعتمد على واحد في خط الهجوم يوزع لعب لبقيه اللعيبه. لكن اللعيبه كلها تبقى انت معتمد بس على السرعات ومعتمد ان اللاعب يوصل لنهايه الخط ويلعب عرضيه وبس. انا شايف ان ده شيء مش مجدي لنادي الزمالك، لازم يبقى عندك اكتر من حل للتهديف. الحلول دي بصراحه احنا ما شفناهاش. يعني انا شايف ان كنت تقدر تستغنى عن واحد زي مثلا نضاي النهارده وتنزل بالحاج وعبد الله نيمار يرجع مكانه باك يمين وزيزو يرجع مكانه الطبيعي. واحد زي بالحاج هو اللي يوزع بقى، يعني هو اللي يوزع لزيزو وهو اللي يوزع لمصطفى شلبي وهو اللي يوزع لمثلا سيف الدين الجزيري او ايا كان راس الحربه. انا شايف ان الوضع ده بالنسبه للاعيبه نادي الزمالك هيكون افضل بكتير جدا. لكن مدرب نادي الزمالك بقى هو ليه مصر على الموضوع ده؟ بصراحه انا مش عارف ومش فاهم. وانا شايف يعني نادي الزمالك كمان في الناحيه الدفاعيه هتكون في مشكله كبيره جدا في الفتره اللي جايه. انت لو بتلعب قدام فريق بيقدر ينظم نفسه في الهجمات المرتده بشكل كويس هتكون مشكله كبيره جدا على نادي الزمالك، لان زي ما شفنا الهجمات اللي بتروح على نادي الزمالك بتكون خطيره جدا. لكن نادي طلائع الجيش انا شايف ان خط هجومه النهارده متواضع جدا، فما قدرش يشكل خطر كبير على لاعبي نادي الزمالك. نرجع لكلامنا او في الخطه العموم بالنسبه لأوسيرو مدرب نادي الزمالك. في العموم الخطه كويسه والخطه مقبوله، وفكره النادي الزمالك لازم يبقى قوي شخصيه او عنده شخصيه قويه ويقدر يلعب باسلوب هجومي، دي حاجه انا ما عنديش خلاف فيها. لكن هل امكانيه لاعبي نادي الزمالك بتساعده ولا لا؟ امكانيات لاعبي نادي الزمالك ما بتساعدش الراجل ده اللي هو عايزه، وده واضح جدا وباين جدا. غير ان عنده نواقص كتيره قوي بالنسبه للعيبه، ما عندوش راس الحربه السوبر، ما عندوش فكره يعني صانع اللعب او البلاي ميكر اللي يقدر يوزع لعب الاجنحه بشكل غزير. كل ده مش موجود عند الراجل. خط الدفاع او حتى يعني فكره الارتداد في خط الدفاع، واحد زي سكر برضه ما تقدرش تعتمد عليه بشكل كبير جدا، غياب لاعب زي الونش. ففي حاجات كتير قوي ناقصه نادي الزمالك. فانا شايف ان الراجل يعني ما تقدرش تلومه، بس تقدر تقول ان او تلومه على فكره ان انت دلوقتي لازم تلعب على قد امكانيات لعيبتك، او تفكر في امكانيات لعيبتك اكتر من كده وتفكر ان انت تستغلها ازاي اكتر من كده. لكن زي ما بقول خطه في العموم، لا محدش ينكر ان نادي الزمالك من انديه القمه في مصر، وانه لازم يبقى له شكل هجومي قوي او ده يكون اسلوب لعبه اللي يستمر عليه لفترات طويله. لكن امكانيات اللعيبه بتساعد، امكانيات اللعيبه ما بتساعدش. مباراه زي ما قلت في النهايه مباراه متوسطه من الطرفين، ما فيهاش اي شيء جديد اتقدم النهارده. هي نفس الخطه، نفس اسلوب اللعب اللي بتشوفه او المعتاد اللي بنشوفه من نادي الزمالك في الفتره الاخيره. نتمنى من نادي الزمالك او القائمين على نادي الزمالك ان هم من دلوقتي يفكروا في الصفقات للمواسم اللي جايه، لانه واضح ان اللعيبه دي ما فيهاش امل ومش شايفين لعيب واحد مثلا بيتطور تطور ملحوظ. اللعيبه اللي ممكن تعدها في نادي الزمالك هم زيزو،
الونش لو يعني كلنا عارفينه وكلنا عارفين قيمته وموهبته. فتوح، يعني كام لاعب ممكن، كام لاعب برضو من اللعيبه اللي موجوده دي تعتمد عليهم ان هم يكونوا بدلاء، لكن مش لعيبه اساسيه ابدا. فلازم نادي الزمالك يفكر بشكل سريع جدا في ان هو يحاول يلاقي بدلاء للعيبه دي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى يكون شرح كده في السريع عجبكم، وان شاء الله تابعونا هنا على الصفحه، هتلاقوا عندنا كل جديد وكل تحليلات المباراه ان شاء الله.